مرحبا بكم. مستقبل سوريا يبدو أنه يتجه لواحد من خيارين وما في بينهم حل وسط، يا إما ازدهار عمرنا ما شفنا مثله أو كارثة مدمرة بكل معنى الكلمة. اليوم رح نلقي نظرة على مجموعة من التوقعات الحديثة واللي أثارت جدل كبير لأنها بترسم هالمصيرين المختلفين تماماً، مستقبل يتأرجح بين أمل كبير وخطر ماهق. طيب، كل هالكلام من وين جاي؟ الأساس هو ادعاء بصراحة جريء جداً. المصدر وهي ليلى عبد اللطيف تقول إن توقعاتها لسوريا تتحقق بنسبة 90%. تخيلوا 90%، هذا رقم ضخم جداً ويرفع سقف التوقعات لكل شيء رح نسمعه بعد شوي. البداية فيها وعد مشرق جداً. العبارة تقول: سنرى سوريا ستخرج إلى النور. لاحظوا، هذه ما هي أمنية أو تمني، لا، هي تقدم كأنها شيء حتمي راح يصير، يعني رؤية لمستقبل يقلب صفحة سنوات الظلام تماماً ويبدأ فصل جديد كلياً. إذن شو هي تفاصيل هذه الرؤية المتفائلة؟ خلينا نبدأ بالصورة الكبيرة لمستقبل البلد. وهنا النقطة المهمة، الوعد مو بس بالعودة للماضي، لا، التوقع هو مستقبل أفضل مما كانت عليه سوريا. والأمر اللافت أكثر هو شمولية هذا الازدهار، يعني لكل الأراضي السورية، حتى إنه تم ذكر إدلب بالاسم، إدلب اللي كانت مركز للصراع لسنوات. هذا بحد ذاته يعطي فكرة عن حجم التحول الكبير اللي بتتكلم عنه النبوءة. طيب، السؤال هو كيف ممكن يتحقق كل هذا الازدهار؟ التوقعات هون بتقدم إجابة واضحة ومباشرة، وهي تحول اقتصادي جذري. خلينا نشوف سوا شو هي مفاتيح هذا التحول. خارطة الطريق لهذا التحول الاقتصادي ضخمة فعلاً. إحنا ما بنتكلم عن مجرد إصلاحات صغيرة هنا وهناك، لا، الكلام عن إعادة تشكيل كاملة لعلاقة سوريا بالعالم، رفع العقوبات، عودة الطيران، فتح الحدود. كل نقطة من هذه النقاط لوحدها تعتبر تحول جيوسياسي هائل، والنبوءة تتوقع إنها كلها رح تصير. والشيء اللي يخلي الموضوع مدهش أكثر هو السرعة. النبوءة ما تتكلم عن سنوات، لا، تتكلم عن 8 أشهر فقط. 8 أشهر لإنجاز كل هذه التحولات الضخمة، من بداية إعادة الإعمار لحد استعادة قوة العملة. يعني هذا جدول زمني مضغوط لدرجة تكاد تكون مستحيلة، وهذا يضيف جرأة أكبر لهذه التوقعات. والتوقعات هذه ما توقف عند المؤشرات الاقتصادية الكبيرة وبس، لا، هي بتنزل لأرض الواقع، لتفاصيل الحياة اليومية للناس. يعني بتتكلم عن نهاية أزمات المحروقات والكهرباء والخبز، أمور كانت جزء من معاناة كل سوري لسنوات طويلة. ولو أضفنا عليها زيادة الرواتب، الصورة اللي تترسم هي تحسن معيشي شامل وملموس للجميع. تمام، لكن أي ازدهار اقتصادي يحتاج لأساس قوي ومتين يقف عليه. وهنا ندخل على الركيزة الثانية في هذه التوقعات: استقرار القيادة وقوة الدولة. التوقع هنا واضح ومباشر جدا، مو بس بقاء القيادة الحالية، بل تعزيز سلطتها بشكل كبير جدا. النبوءة تقول إن الرئيس السوري رح يصير أقوى بكثير مما مضى، ويتحول إلى رقم صعب، يعني لاعب أساسي ما ممكن أي أحد يتجاهله في أي معادلة سياسية جاية بالمنطقة. أما على الصعيد العسكري، فالتوقعات بترسم مسار واضح جداً، مسار باتجاه نصر كامل. الفكرة هي أن الجيش السوري رح يستعيد السيطرة على كل الأراضي المتبقية، وبكده يحقق إنجازاً عسكرياً حاسم، والنتيجة حالة استقرار أمني توصف بأنها غير مسبوقة. وبالنفس الوقت، مع كل هذا الاستقرار العسكري والسياسي، في توقع تاني لإجراءات داخلية صارمة جداً. الكلام يدور عن حملة ضخمة وغير مسبوقة لمكافحة الفساد، ويقال إنها رح تطال الكل بدون أي استثناء وبغض النظر عن المنصب. هذا مؤشر على إعادة هيكلة داخلية عميقة جداً. طيب، هذا الاستقرار الداخلي المتوقع سياسياً وعسكرياً طبيعي إنه يفتح الباب للفصل اللي بعده، وهو عودة سوريا للساحة الدولية من جديد. دبلوماسياً، التوقعات تتكلم عن تحولات جذرية في المنطقة، يعني بنشوف تقارب كبير مع دول كانت على خلاف مع سوريا، وتحديداً تركيا والمملكة العربية السعودية. الكلام هون عن زيارات رئاسية وحتى سلام على الحدود، وفوقها في بوادر انفتاح مع قطر. هذا كله يعني إعادة رسم كاملة للخريطة الدبلوماسية بالمنطقة.
والخطوة اللي تتوج كل هذا العودة الدبلوماسية هي نبوءة إعادة فتح كل السفارات العربية والأجنبية، وهذا الشيء لو صار يعتبر بمثابة اعتراف دولي كامل بعودة سوريا كلاعب أساسي ومستقر في المنطقة والعالم. ولكن بعد كل هذه الصورة الإيجابية والمشرقة، التوقعات بتنقلب 180 درجة. هنا فجأة يوقف الكلام عن الازدهار والسلام ويجي بداله تحذير مفاجئ ومظلم ومن خطر من نوع مختلف تماماً. هذه هي الكلمات بالحرف الواحد من المصدر. النبرة تغيرت تماماً من اليقين والتفاؤل إلى تحذير مباشر من كارثة طبيعية قادمة. الكلام هنا عن زلزال البحر الكبير. والخطر هذا مو محلي بس، التحذير يمتد ويشمل منطقة واسعة في شرق المتوسط. يعني إحنا بنتكلم عن كارثة إقليمية محتملة ممكن تطال عدة دول وتكون آثارها مدمرة على نطاق واسع جداً. إذن كيف ممكن نجمع بين هالصورتين المتناقضتين تماماً؟ هذا هو السؤال الأكبر الذي يفرض نفسه الآن، وإحنا قدام صراع واضح بين رؤيتين للمستقبل. يعني إحنا فعلياً قدام مستقبلين محتملين، ما في خيار ثالث. من جهة عنا سيناريو متكامل من الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي والسلام الدبلوماسي، ومن الجهة الثانية عنا سيناريو كارثي واحد وواضح، زلزال كبير ممكن يغير كل شيء. الخلاصة النهائية إذن هي إن هذه التوقعات ما بتقدم رؤية واحدة، بالعكس هي بتقدم خياراً حاداً جداً. المستقبل اللي ترسم لسوريا له وجهين، يا إما نهضة استثنائية بكل المقاييس أو دمار شامل. وفي النهاية يبقى السؤال مطروح، هل راح تتحقق بشائر الخير والازدهار أو إنه التحذير من الكارثة الطبيعية هو اللي راح يحدد مسار الأحداث؟ الجواب عند المستقبل وحده. شكراً للمتابعة.